يقول لما خلق الله آدم وجعله في الجنة استوحش يعني لوحده، فخلق له حواء من ضلعه لتؤنسه. بيت النبوة النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه المشكلة، وهذه طبيعة الحياة، حصل فيه المشكلات ويختلف الإنسان مع زوجته، لكنها تبقى المودة والمحبة والسكن. لأن يفوتني قطار الزواج خير من أن يدهسني ذلك القطار ويؤذيني هذا القطار ويمزق حياتي ذلك القطار. المشكلات في الحياة الزوجية كالملح في الطعام، إذا زادت أفسدت هذه الحياة، وإذا انتهت أيضا أصبح الحياة بلا طعم. كيف نربي أزواج صالحين؟ أول قضية باختيار الأم الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أبو حسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو بدر. خلصنا سؤال التدين، سؤال الهوية، سؤال القراءة، ثم البناء، المشروع، الجامعة، الوظيفة، وباقي سؤال الزواج. يبدو أنه بعد الزواج بيصير سؤال القبر. الله يبارك يا رب، إن شاء الله أن فيها خير وبركة، وهي يعني من ضمن الأسئلة المقلقة اليوم لكثير من الشباب والفتيات، وهو سؤال ملح يعني في الحقيقة. سؤال الزواج، هل سؤال الزواج سؤال مقلق؟ والله خصوصا في الآونة الأخيرة يعني أظن أن السؤال هذا صار مقلق لكثير من الشباب والفتيات لعدة أسباب، يعني منها المتغيرات الموجودة اليوم العالمية سواء كانت اقتصادية وغيرها. هذه بطبيعتها تؤثر على يعني الإنسان، زواجه، قدرته المالية، قدرته على الوظيفة، لأن الزواج هو يعني من القضايا المعقدة والشائكة، لأنها ترتبط بقضايا اجتماعية، قضايا نفسية، قضايا استعداد عند الشخص. فهذه المتغيرات اللي منها الأزمة الاقتصادية مثلا كورونا وغيرها هي أثرت على قضية الزواج، بحيث أن كثير من الناس بدأ يعني ينظر في وضع الاقتصادي فبدأ يؤخر الزواج. وأيضا كانت فرصة لآخرين أنها خففت عليهم تكاليف الزواج، وهذا أظن أمر حسن واستثمار جيد لهذا الحدث. فهذه قضية ثانية أن الزواج حاجة، يعني حاجة عند الشباب فطرية. الله جل وعلا لما ركب في الإنسان الشهوة جعل لها مصرف مباح وهو الزواج. هذا الزواج هو أحد المصارف التي شرعها الإسلام لاستمرار النسل والبشر على هذه البسيطة. فالحاجة الفطرية والمتغيرات العالمية، أضف إلى هذا أن اليوم يعني يمر كثير من الشباب والفتيات بفتن عظيمة من ناحية الشهوات، من ناحية وجود من يروج لها بشكل كبير. هذه أيضا تجعل الحديث عن الزواج مهم وسؤال مقلق. أصبحت اليوم صنعة هذه الأشياء، وهناك من يروج لها ويستهدف فيها. أتوقع أن الزواج أصبح قضية مهمة وملحة، أضف إلى أنها حاجة نفسية واجتماعية. الإنسان بطبعه ما يستطيع يعيش لوحده، كما يقول مخلون إنسان مدني بالطبع، إنسان يحب يكون عنده أسرة، يكون عنده انتماء. حاجة نفسية، الإنسان ما يستطيع العيش لوحده، يعني في الأخير قد يعيش 20 سنة في شباب 30، لكن في سن 40 وما بعده يبدأ الإنسان يبحث عن أطفاله، يبحث عن زوجته، عن أسرته. فالأصل هو تلبية هذه الحاجة الفطرية، الحاجة النفسية، الحاجة الاجتماعية. فكل هذه تجعل سؤال الزواج مقلق، والحديث عنه مهم بالنسبة للشباب والفتيات اليوم. ابن عباس يقول لما خلق الله آدم وجعله في الجنة استوحش يعني لوحده، فخلق له حواء من ضلعه لتؤنسه. الله. يعني حتى والإنسان في الجنة كان لزاما أن يسكن إلى امرأة أو إلى نفس أخرى. هل السؤال الآن تحول من متى أتزوج وكيف أتزوج إلى سؤال هل أتزوج؟ صحيح، في الحقيقة أن هناك اليوم من يزهد في الزواج، وهناك اليوم أيضا نمط ووتيرة حديث ارتفعت في وسائل التواصل غذاها يعني مجموعة كثير من الشباب والفتيات، سواء كانوا بقصد أو بغير قصد، اللي هي قضية نظر الجنسين لبعضهم، الذكر للأنثى والأنثى للذكر، وأيضا النظر للزواج عموما. فوجود صور مشوهة للزواج قد تكون موجودة حقيقة، بعضها أيضا وجود وتيرة تنافس بينهما. هذه القضية جعلت كثير من الناس يتراجع عن الزواج. أيضا وجود بعض الأشخاص في بيئات غير جيدة، فأصبح يرى أن ليس هناك يعني زوجات صالحات للزواج، وهذا بسبب البيئة التي يعيشها أو المكان الذي يقطن فيه أو
الأصحاب الذين يعيش معهم. لو خرج من هذا المكان وبحث في مكان آخر أو في أماكن جيدة لوجد يعني زوجات صالحات للزواج، لوجد زوجات مؤهلات للزواج، والعكس يا شيخ. والعكس كذلك أيضا، أزواج يعني صالحين وأشخاص يتمنى الشخص أن يناسبهم. بالعكس الرجل قد يشتري، يعني كما لا يخفى عليك ويخفى على كثير من الناس، أن الرجل يشتري الزوج الصالح، والرجل يعني أيضا يبحث عن الزوجة الصالحة ولو بماله. يعني البحث عن الزوجة والزوج هي اليوم أصبحت من الأشياء المقلقة، لكن هناك إن شاء الله من خلال الحلقة هذه نبحث عن حلول تسهل هذه القضية على كثير من الشباب والفتيات. فتحول حقيقة زواج إلى هل أتزوج أو لا، وأنا أشوف أن هذا إشكال كبير صراحة، أن الإنسان يبدأ يفكر في حاجة فطرية، يعني تقول أتعشى اليوم ولا ما أتعشى، أتغدى ولا ما أتغدى. لا، هذا شيء لا يمكن. يعني بالعكس الزواج فطرة، في استثناءات حالات وستأتي يعني إن شاء الله، لكنها ليست هي الأصل. خلنا نرجع كذا إلى سؤال بديهي، أصلا ما هو الزواج؟ هو عقد وميثاق غليظ مقتضاه حل الاستمتاع بين الزوجين على الوجه المشروع والذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى بأركانه وشروطه. فهو عقد بين الزوجين. هذا العقد ترى أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويعني هذه الأسرة لما تعطي هذا الشاب هذه البنت فهي أمانة عنده، وكذلك الشاب هذا لما يخطب عند أسرة فهو يبحث عن بنت صالحة تربت تربية جيدة. فهذا هو المقصود بالزواج، أنه عقد بين الزوجين ليحل الاستمتاع بينهما على الوجه الذي يرضي الله سبحانه. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ما سمى أي علاقة بين المخلوقين بالميثاق الغليظ إلا علاقة الزواج. هناك ميثاق غليظ بين الله سبحانه وتعالى، بين الخالق والمخلوقين، كما بين الله سبحانه وتعالى والأنبياء، وكما بين الله كما ذكر في كتابه جل وعلا مع أصحاب السبت ميثاق غليظ. لكن بين المخلوقين لا، ما في علاقة شخص مع شخص أو ناس مع ناس أو مجموعة مع مجموعة أو فرد مع فرد إلا الزواج، ميثاق غليظ. هذه الفكرة تقودنا إلى أن هذا الميثاق يجب أن يكون صلبا حتى تقف فوقه الأسرة. ميثاق دائما يستذكرها الإنسان في حياة سائلة، حياة جعلتنا نستهلك الأشياء ثم نستبدلها، نرميها. خلاص أصبح الآن لو تشوف الواحد خرب جواله ما في قطع غيار روح يزينها، لا استبدل. خرب أجهزة استبدل. هذه عقلية الاستبدال جعلت الإنسان أيضا أي مشكلة في حياته الأسرية ما يحاول يصلحها ولا يبحث عن قطع غيار التالفة في حياته، وإنما يذهب إلى فكرة الاستبدال. الميثاق الغليظ يقول لك لا، انتبه، هذا شيء عظيم لا يجب أن تفرط فيه بسهولة. لذلك وهذه يعني يؤيدها اليوم ثقافة الملل اللي تنتشر بين الناس، أن الشخص والله تزوجت 10 سنوات مثلا 15 سنة والله خلاص أنا مليت منه. لا، ترى قضية فيها عشرة، فيها مودة. يا أخي الشافعي رحمه الله يقول الحر من حفظ وداد لحظة. يعني لو قابلت شخص مرة لحظة واحدة فأنت تحفظ هذا الود. كيف بشخص أقمت معه علاقة على وفق مراد الله سبحانه وتعالى ل10 سنوات 20 سنة 30 سنة تتخلص منها بشكل يعني سهل وكأنها شيء لا يرضى. يعني أنا أتعجب اليوم من بعض الناس، سواء يعني نسمع في استشارات أو بعض المستشارين أو الجمعيات الأسرية وغيرها، أن في امرأة تقول خلاص والله أنا ما عاد أبغى هذا الزوج. ليش؟ والله ما في سبب. أو زوج يقول أنا لا أريد هذه المرأة. لماذا؟ والله خلاص أنا أشعر أنها عائق أو هي عائق أو استغنت أو خلاص ترى صبرت عليه 30 سنة. لا يا أخي، أصلا الزواج هو جزء من طبيعة الحياة. إحنا لما نفهم طبيعة الحياة، الزواج هو أو الأسرة هي جزء منها. الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان سيظل في مكابدة في هذه الحياة، يوم فرح، يوم حزن، يوم مرض، يوم صحة، يوم سعادة، يوم شقاء. الحياة الزوجية والأسرية هي كذلك، يعني هي لن تكون سعيدة بكل حالاتها، لن تكون في فرح في كل أوقاتها. وأنا أشوف من أكبر الأخطار التي نمر بها اليوم وتسبب مشكلة ظاهرة تظهر في وسائل التواصل. يخرج زوجين بينهم علاقة، أحيانا تكون علاقة زواج أو غير ذلك، ثم يظهرون بمظهر أنهم الأزواج السعداء الذين يعني يقضون أوقاتهم في محبة وسلام. وكل ذلك قد يكون له دوافع أخرى، قد تكون دوافع بحث عن مشاهدات، قد تكون بحث عن إعلانات، قد يكون شخص رجل ليس مكتمل القوامة والرجولة، لأن كيف يعني يرضى يخرج زوجته أمام هؤلاء الناس بمناظر يستحي الإنسان أن يظهر بها لوحده، فكيف أمام الملايين يشاهدونه. فهذه القضية تسبب إشكال عند النظر للزواج، أن الزواج حياة سعيدة تماما،
أو حياة خالية مشكلات. بيت النبوة النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه المشكلة، وهذه طبيعة الحياة، حصل فيه المشكلات ويختلف الإنسان مع زوجته، لكنها تبقى المودة والمحبة والسكن والمقاصد المترتبة على الأسرة وبقاء الزواج أعظم من أي مقصد آخر. لا يوجد عمل يفرح به الشيطان مثل أن يعني أن يطلق الرجل زوجته أو أن ينفصل البيت. أنت كما تعرف في الحديث أن الشيطان يرسل يعني سرايا، فالشخص الذي يفرق بين الزوج وزوجته يدنيه منه، نظرا شوف كيف الشيطان يعرف أثر هذا العمل. اليوم الناس تساهلوا في هذه القضية، في هذا العقد وفي هذا العهد وهذا الميثاق الغليظ الذي يجب أن يحفظ ولا يتعرض لنمط الحياة اليوم اللي تأثر على الأسرة بشكل كبير. قصدكم بالصح لي أبو حسان أن مثل هذه المشاهدات التي تصور أن الزواج حالة حالمة ووردية جعلت بعض الأسر ذات المياه الراكدة يعني تمل وتريد التغيير وتريد تلك الحالة المثالية التي هي غير موجودة. هذا ما قصدته. يا سلام، أحسنت. أن أصبح هناك هذا مقياس المعيار بالنسبة لحياته، اللي هي حياة أصلا هذه اللي نراها هي مصطنعة، ليست حياة حقيقية. أننا نعرف بيوتنا وبيوت الناس كلها يعني بيوت فيها السعادة وفيها الأنس، ولكنها بظروفها بإمكاناتها بقدراتها. هذه حياة ليست حقيقية، وهو يخرج لك منها ساعة ساعتين ثلاث في اليوم، بقية اليوم أنت ما تدري كيف يقضونها. هذا واحد. اثنين، أنها ترسم للراغبين في الزواج أن الحياة بهذا المستوى، فلما يتزوج الرجل والمرأة أو العكس، يعني لما يحصل بينهم الزواج يبدأ ينتظر هذه الحياة الحالمة المستمرة. فعند أول مشكلة تواجههم يبدون خلاص والله ما اتفقنا كذا، وليش صار بيننا مشكلة، خلاص طلقني، أو هو يطلقها. فأيضا لا يوجد تحمل لمسؤولية لحياة أسرية يعني سعيدة فيها نوع من العثرات، فيها نوع من المطبات طبيعي لأي حياة. هذه الحياة الوردية لها إشكال من ناحية الأسر التي لها فترة أو الأسر الحديثة. فأتوقع أن هذه من أكبر الأخطار اللي تواجهنا اليوم. يعني الله سبحانه وتعالى يوصي نبيه ويقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى فضول وفضل ما لدى الآخرين. سبحان الله، كلما اتسعت عينك ضاق صدرك. يضيق صدرك أصلا، يعني هذا لن تجد شيء عندك أنت مقتنع فيه إلا ستجد عند ما لدى الآخرين هو أفضل منه. فإذا أكثرت النظر أنت زهدت عن الأشياء الموجودة عندك، وبالتالي يصبح خاصة الشباب المقبلين على الزواج بين العيش المتوقع من وين يجي؟ من خلال ما نشاهده. بين العيش المتوقع والواقع المعيش تحدث الصدمة. يعني أنا متوقع شيء ولقيت شيء، طيب ترى اللي لقيته كويس، أنت متوقع 8 من 10، لقيته 6، أنت لن ترضى بهذه 6، لأن أنت سقف طموحك عالي جدا رفعته مثل هذه المقارنات ومثل هذه المشاهدات. أمر آخر والله أن الواحد يستغرب، هذه العشرة سنة، سنتين، 10، 15، 20 تذهب هكذا بمجرد الملال، أني مليت، شيء غير طبيعي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية لا أمل من التعجب فيها. يعني هذه الآية جاءت في سياق أنه تزوج أو يعني عقد القران وأعطاها المهر، ثم ما توفقوا، ما بعد زوجوا ما توفقوا. فالآية تقول يرجع ولا ما يرجع المهر وكم يرجع، فالله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل. يعني إذا بترجع هي كله لأن ما لم يدخل بها، فيعني خللهم شوي يعني، أو أعطهم، أو فلا تنسوا الفضل بينهم. أقول أنا أي فضل؟ تو متزوج من لك ما في شيء، أي فضل؟ أي نعم، الرجل الذي ارتضاك لابنته ترى أكرمك أكبر إكرام، هذا فضل عظيم. شربت معه فنجال، طبعا أتكلم عن الناس اللي عندهم مروءة، شربت عنده فنجال، ترى هذا فضل. الله يقول لك: ولا تنسوا الفضل بينكم. وأيضا شوف أبو بدر في الحديث جاء النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني أيضا حتى المؤمن والناس معادن ترى، سواء كان من الرجال أو من النساء. قد لا تجد يعني امرأة كاملة ولا تجد زوج كامل، لكن قضية مبنية على التغافر، على التسامح، على العيش، على الصبر،
على قضية أنك أنت تقدر هذه العشرة، تقدر المعروف. يعني الإشكال أيضا أن رسم أحيانا في الإعلام من خلال المسلسلات والأفلام صور خلينا نقول رومانسية كذا للعيش بين الأزواج، وهي ليست حقيقية. هذه هو تمثيل أصلا يعني. هذا التمثيل ليس العيش الحقيقي. الإنسان يعني يعيش مع من هو معه، يختلف معه، يتفق، لكن في الأخير لا ينسى العشرة، لا ينسى الذي بينهم من أبناء، لا ينسى الحياة الطيبة، لا ينسى اللحظات السعيدة، لا ينسى نسبه مع هذه الأسرة. هذا أمر عظيم، ترى الناس تقدر هذا النسب. لذلك جاء يعني فيه يعني أمر عظيم في الدين، الإنسان يقدر نسب الآخرين، والبحث أيضا عن النسب في اختيار المرأة والزوجة. يعني حكم الزواج أبو حسان؟ الزواج يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فلكن خلنا يعني في الواجب والمستحب، الرجل الذي يعني لديه القدرة ويخشى على نفسه العنت أو غيره فهو واجب في حقه، وقد يكون مستحب إذا كان الإنسان لديه القدرة ولا يخشى. يعني شوف، حتى لو ما يخشى على نفسه فهو مستحب في حكم في حقه. كما أن النكاح يعني مشروع ومستحب، فهو أيضا من سنن المرسلين. فالله جل وعلا قال: وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: أما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله. كما تعرف أن الشريعة جاءت يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. وأيضا في الشريعة نهي عن التبتل، يعني الانقطاع للعبادة والتفرغ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ثلاثة من الصحابة يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، وإني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه من سنن الأنبياء ومن سنن المرسلين، وهي فطرة، وقد تكون واجبة في حق الإنسان، بل أحيانا قد تكون واجبة على الأب أن يزوج ابنه أو بنته إذا كان يستطيع ولديه القدرة. فكل هذه يدل على أن الشريعة جاءت بالأمر بالزواج لمن هو قادر ويخشى على نفسه، وقد يكون مستحب في من هو قادر وليس يعني لديه ولا يخشى على نفسه. لا سيما أن اليوم الإنسان يخشى على نفسه مع كثرة الفتن والمغريات وما يحيط بالإنسان. فأتوقع أن هذا الحكم لو تأمله الإنسان لما سمعنا اليوم الدعاوى التي تزهد في الزواج أو في الرغبة فيه أو تؤخر إلى سن متأخرة جدا. هذا حكمه، فما حكمته؟ يعني بعض الناس اليوم حتى يعني ينتشر بين الناس: أنا ليش أتزوج، ليش أرتبط بشخص، لماذا؟ يعني إذا كان عشان فلوس أو كذا. يعني هناك يعني مقاصد وحكم قاصرة في نفوس الناس. الزواج له مقاصد وحكم كثيرة جدا، منها طيب العشرة بين الزوجين، الأنس في هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاع هذه الدنيا المرأة الصالحة. منها أيضا يعني حصول الأبناء وتكثير النسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. أيضا تكثير سواد المسلمين، أيضا يكون عند الإنسان أبناء. فالله جل وعلا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذه من الزينة في الحياة الدنيا. وأيضا حفظ الإنسان من الفتن والوقوع في الحرام والشهوات، لا سيما أن الله جل وعلا ركب في هذا الأمر الذي هو من الفطرة. يعني فكل هذه القضايا وغيرها من المقاصد هي مقاصد للزواج وللنكاح عظيمة جدا تستحق التأمل. لذلك الفقهاء أيضا عند أبواب الفقه تجد في كتاب للنكاح، كتاب للأسرة، كتاب للحضانة. كل هذا دليل على أهمية هذه القضية في الشريعة ومقاصدها وحكمتها. جميل. آمنت بالله وبتزوج، كيف أبحث؟ طبعا هذه من الأسئلة الواقعية والمهمة جدا حقيقة. يعني كثير من الناس يقول: كيف أبحث عن الزواج؟ حقيقة في طرق كثيرة، لكن ممكن من الطرق المعتادة عندنا اليوم أن الإنسان مثلا يبحث عن طريق الأم. وإن كان بعض الشباب والفتيات خصوصا الشباب يقول يعني الأم ما تعرف المواصفات اللي يعني أريدها أنا أو الصفات التي أبحث عنها. فأحد الطرق إذا كانت الأم يعني متفهمة للصفات والمواصفات التي يبحث عنها الشاب أن تكون عن طريق أمه. الطريقة الثانية عن طريق الأخوات، لا سيما إذا كانوا لديهم يعني قدرة على تفهم حاجات الشاب في البحث عن الزوجة المناسبة وفق المواصفات أو الرغبات، علما بأن كثير من الناس يكون لديهم مواصفات مثالية يعني ليست بواقعية، فتجده يشترط أشياء يعني قد لا توجد إلا في الجنة يعني، لكنها جيد الإنسان يكون لديه معايير ومواصفات لكن أيضا لا يكون فيها مبالغة. لأن من الإشكالات قبل يعني هنا أن
ما يعرض اليوم من يعني من جمال مصطنع في الشاشة اليوم، سواء كان بوجود مساحيق أو وجود أشياء كاميرات أحيانا وإضاءات وظهور أشكال جميلة، جعل كثير من الشباب يزهد في البحث عن الزوجة ووضع لهم معايير عالية جدا غير حقيقية، هي أصلا ليست موجودة حتى في من تراهم يعني، إنما هي أشياء مصطنعة. فالمقصد أن الأم هي أحد المصادر المهمة جدا في البحث. أيضا الأخوات ممكن أيضا عن طريق زوجات الأصدقاء، يعني بعض الأصدقاء عندهم زوجات صالحات يعرفن ماذا تريد، يمكن البحث من خلالهم. أيضا اليوم في جمعيات رسمية وقنوات ممكن الإنسان يبحث من خلالها وموثوقة وسرية، مثل جمعية توفيق وغيرها من الجمعيات التي تسهم في حل هذه المشكلة. أيضا ممكن من خلال يعني العلاقات المحيطة بالشخص، يعني سواء من الأقارب أو غيرهم، ممكن يبحثون للإنسان، ممكن عن طريق إمام المسجد الموجود في الحي. كل هذه النوافذ هي طرق للبحث عن الزوجة أو العكس. طيب المعايير التي بناء عليها يختار؟ طبعا جاء في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فعندنا معيارين أساسية وهي الدين والأخلاق. وأيضا تنكح المرأة لأربع: لحسبها ونسبها وجمالها ومالها. لكن في يعني خلينا نقول معايير قد تكون تفضيلية أو مساهمة في قضية المعيارين السابقين، اللي هي قضية التناسب الفكري اللي هو الاهتمامات، والتناسب الاجتماعي اللي هي العادات، والتناسب أو المستوى الطبقي اللي هو المعيشة. هذه تراها أحيانا مهمة جدا في اختيار الزوجة، يعني أنك أنت تكون تجد شخص سواء كانت كزوجة أو زوجة عندما يبحث الزوج أن توافقك في عموم الاهتمامات، ولا يشترط أن تكون على كامل اهتماماتك، لكن على الأقل لا تتعارض مع هذه الاهتمامات بحيث أن ما يصبح هناك مشكلات كثيرة في الاهتمامات. القضية الثانية اللي هي العادات والأعراف، يعني كل ما كانت المرأة قريبة من أعرافك وعاداتك أو الزوج قريب من عاداتك وأعرافك، هذا أدعى للاستمرار والديمومة. يعني أيضا الطبقة مهم جدا اجتماعيا، الإنسان ما يكون يعني هو أقل ثراء ثم يبحث عن أثرياء جدا فينقلها يعني من مستوى معيشي معين هي تربت عليه 20 سنة إلى مستوى أقل، فتبدأ المشكلات. هذه معايير ممكن تسهم في الاختيار للشاب الباحث عن الزوجة أو الزوجة الباحثة عن الزوج الصالح إن شاء الله. في تعليق بسيط في قضية المعايير، يعني من النصائح العامة يقولون أن في واحد اشترط على أهله 30 شرط: أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون. بعد 30 سنة التقى به أحد أصدقائه وقال له: كيف حالك؟ عاد صديقه جاي مع ولده كبير، وش صار عليك؟ تزوجت؟ قال: لا والله. قال: وش صار على قائمة الشروط؟ قال: أني ما عاد بي شيء، أنا اشترطت عليها لي شرط واحد. قال: وشو؟ قال: أن تكون أنثى. طيب راحت الشروط. هذه قاعدة في الإدارة، كل ما زادت المعايير قلت الخيارات. أنت كل ما زودت وصعبت على نفسك تقل الخيارات عليك. والعامة يقولون الحكرة يطيح في حفرة، الحكرة اللي هو الدقيق جدا وفي الأخير هو اللي يطيح في الحفرة. أيضا من الأمور الأخرى، كثير من الشباب يجعل معيار الجمال معيار أساسي ومحوري في اختياره. سألني أحدهم مرة، قال: في واحدة كذا، واحدة مدري إيش، وجميلة ورائعة وكيوت وتعرف كذا. قلت له: شوف، أنا ما أقدر أعطيك الجواب، ولكن دائما قبل أن تختار زوجة فكر أنها أم لأبنائك. اسأل هذا السؤال: هل هذه ترتضيها أم لأبنائك ولا لا؟ معيار الجمال معيار ممتاز، لكن معيار الخلق، معيار الدين، معيار النضج، هذا أمر في غاية الأهمية. أنا بكرة هذه بتزوج، هذه أم، هذه اللي تتربي عيالي. الإنسان لما تكون مع الساعة فاخرة لكنها لا تعمل، هو بيشخص بها يوم يومين أسبوع، بعدين خلاص بيرميها، لأن الأصل أنها فاقدة الوظيفة حقتها. كذلك الإنسان في قضية أنه يختار امرأة جميلة لكنها فاقدة لوظيفتها، لن يستطيع أن يعيش معها كثيرا. هذه من الأمور الجيد الإنسان يتنبه لها. أحد الذين سألوا والدهم جاء قال: أنا أبغى أتزوج، فقال: عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، واليهود يزوجون للمال، ولجمالها، والنصارى يزوجون الجمال، ولحسبها، والعرب تسمى أو تزوج للحسب.
ولدينها والمسلم يزوج للدين فاختر من تشابه. هذه 4 أشياء، أنت ماذا تريد؟ أمر آخر يعني في هذا الحديث، أن وجهة نظري أن يكون اختيار الإنسان لزوجته يجعل معيار الدين آخر شيء وليس أول شيء. كثير من الناس يقول لا، أول شيء يشترط أن تكون ذات دين، فإذا اختار ذات الدين تركها لمعيار أقل، قال هي ما شاء الله بس مي بحلوة، لا ما أريدها. فأصبح التفضيل هنا وشرط القبول ليس الدين، وإنما شرط الدخول هو الدين. المفترض يكون العكس، يضع المواصفات التي يريد ويكون الدين هو الأخير، بمعنى هذه مناسبة. طيب كيف دينها؟ إذا نعم يقبل، إذا لا يقبل. لذلك يروى عن أحد السلف أنه كان يبحث في البداية عن جمال المرأة، فإن وجدها جميلة سأل عن دينها، فإن كان دينها موافق لجمالها تزوجها، وإن كانت جميلة ولكنها ليست بدينة ترك ما يرغب فيه من الجمال بسبب دينها، فلا يكون سبب رفضها الدين وإنما يكون سبب رفضها الجمال. أيضا أن الجمال قضية نسبية، ترى يعني الجمال يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأذواق، ودائما يعني الناس اللي يقولون الجمال على نوعين، جمال الروح وجمال الشكل. يعني فجمال الروح أيضا هو الذي يستمر، جمال الشكل قد ينتهي في شهر أو سنة. وهذا الكلام أيضا لا يدعو الإنسان أن لا يبحث عما يغض به بصره، بالعكس يعني الإنسان يبحث لكن أيضا لا يقارن بما ذكرنا قبل، اللي هو ما يراه اليوم على الشاشة من صور جمال غير حقيقية، هي غير واقعية، بل بعضهم غير في خلق الله جل وعلا من أجل أن يظهر بشكل جميل، وبعضهم يعني ظهر بشكل أقبح للأسف. يعني فمعيار الجمال قد يكون مهم لكنه لا يعطى فوق حجمه. يعني أظن هذا يعني حتى يصبح هناك توازن أيضا في البحث. في معايير معينة للتعرف على الزوج والزوجة؟ والله يعني بعضهم يخطب ثم يقول أبي أعرف كيف اهتماماتها، يعني بعضهم يقول كويس الكلام هذا، لكن كيف أعرف اهتماماتها، أفكارها، كيف أعرف مستواها الطبقي. أتوقع أيضا اليوم من الأشياء التي تكشف كثير من الناس يعني قضية وسائل التواصل. ممكن أنك تجد في وسائل التواصل ما تجد به كيف يفكر هذا الشخص، بماذا يهتم، ما هي القضايا التي يهتم بها. هذه من الأشياء التي ممكن تتعرف بها بعد قضية الاختيار السابقة. أيضا قضية سؤال الصديقات في المدرسة أو الصديقات في الجامعة، أو العكس يعني سؤال أصدقاء هذا الزوج في الجامعة أو في الوظيفة، هم بحيث أنهم يعني أعرف أيضا من هم حول هذا الشخص ومن هم حول هذه الفتاة. جماعة الرفاق أو الأصدقاء هم غالبا يعني يمثلون اهتمامات الشخص وفكره وما يطمح إليه عن طريق السؤال المباشر أحيانا. يعني أحيانا يعني أيضا بعد الخطبة، لذلك ورد في الحديث يعني هذا أيضا قضية الجمال من الأشياء التي قد لا يقرر فيها الإنسان إلا بعد الرؤية الشرعية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن يؤدم بينهما. فبعد هذه النظرة ممكن يصبح هناك أسئلة مباشرة سواء لهذه المخطوبة أو لأهلها أو قاربها عن بعض الأشياء وبعض الاهتمامات أو بعض القضايا التي أنت لا تتنازل عنها، لأن من الأشياء المهمة أن تعرف أنت كشاب أو أنت كفتاة ما هي الأشياء التي لا تتنازل عنها في الزواج، وأنت ما هي الأشياء التي لا تتنازلين عنها في الزوج. هذه الأشياء تجعلك تستطيع أن تقرر بنعم أو لا، وقد تتنازل في بعض الأشياء وتقر بعض الأشياء. فوسائل التواصل عن طريق الأصدقاء والصديقات، عن طريق العمل أو الوظيفة، عن طريق السؤال المباشر، هذه كلها ممكن تكون وسائل معينة لمعرفة مدى مصداقية معايير الاختيار. قبل هذا كله يعني وهو الأهم، ونقول ما حقه التقديم، يعني هو قضية دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الله جل وعلا الزوجة الصالحة، وأن يرزقك الله جل وعلا الزوجة الصالحة. فما دعا الله جل وعلا أحد وخيبه الله جل وعلا. لذلك يكرر الإنسان ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. كل هذه الأدعية إذا كررها الإنسان بإذن الله جل وعلا أن الله جل وعلا يسوقه ويوفق لما هو خير. على الإنسان أيضا يتذكر أن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأربع 3 منها غير كسبية، والدين هي الكسب. يعني هي جمالها ليس من كسبها، مالها ليس من كسبها، هي عايشة مع أسرة ثرية ربما، نسبها ليس من كسبها، لكن دينها من كسبها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إشارة إلى أن هذه جوهرة، قال فاظفر. شفت اللي القط لا تروح، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ترى هذا
هذا المعيار قادر على ابتلاع كل المعايير التي قبله. هذا أمر في غاية الأهمية. أمر آخر أبو حسان، الآن الفتاة تقدم لها شاب، الشاب الآن اختار وفقا لمعايير، وفقا لسمعة، وفقا لمواصفات معينة. السؤال كيف يتأكدون من هذا الشاب؟ يعني بنفس الطرق السابقة التي ذكرت للفتاة هي أيضا تصلح للشاب. يعني مثلا كما ذكرنا وسائل التواصل، البحث عن أصدقائه، السؤال عن معرفة التنشئة الاجتماعية التي يمر بها. ترى هذه أيضا من القضايا المهمة جدا، يعني سواء للفتاة أو للشاب. بيئة هذا الشاب، بيئة هذه الفتاة، التنشئة التي يمر بها، وقد يكون هناك استثناءات لكن نتكلم عن البيئة العامة أو الشكل العام. هذه الأشياء تساعد الفتاة في الموافقة. أيضا عدم رفع المعايير، يعني في قضية يعني بعضهم يقول التدين، ما المقصود؟ يعني أذكر أحد الشباب لما ذكرت له معايير الحديث أو غيرها قال طيب كيف أعرف التدين؟ التدين أيضا هو فيه يعني خلينا نقول درجات، يعني لكن عندنا قضايا كبرى، يعني محافظة على الصلاة، قضية ابتعاد عن الكبائر، شخص خلقه حسن. يعني لا يوجد شخص كامل، لأن أيضا بعض المتدينات أو المتدينين يبالغون في الشروط حتى لا يجدون بعد فترة. فأحيانا يعني يعني التغاضي عن بعض المعايير لا بأس به لإقامة حياة، يعني أو يعني تلبية نصف دين الإنسان كما يقولون، يعني اللي هو الزواج. يعني أيضا من الأشياء المهمة جدا، إذا سئلت عن أحد، إذا جاء أحد سألك قال والله فلان خطب منا، هذا زميلك في العمل، جيد الإنسان يستحضر الأمور التالية: واحد، أنها أمانة، صح. لا علاقة بالصداقة ولا الزمالة ولا القرابة بها، أمانة يا أخي. والمستشار مؤتمن، هذا واحد. اثنين، قدم معلومات ولا تقدم آراء. يعني والله هو طيب هو مش طيب، هذه آراء. قدم معلومات عن صلاته، عن دينه، عن مثلا راتبه، عن محافظة على الصلاة، كيف أموره في وظيفته، هل عنده أمراض. بعض الناس حتى الأمراض يخفونها. فقدم معلومات ولا تقدم آراء. بعض الناس الذين يسألون من فرط حرصهم يأزك أز تجاه تقديم رأي. طيب لو جاء تزوج بنتك، طيب لو جاء تزوج بنتك، يريدك أن تعطي رأيا. كم من زواج متعثر ولو بعد سنين نسب إلى نصيحة ناصح. لذلك أعطي معلومات ولا تقدم آراء. أيضا لا تحكم على السلوك واحكم على الطبع. يعني لا تصير مرة واحدة شفتها يوديها له، ترى ما شاء الله في خدمة أهله، ليس بالضرورة. أنت تحكم على سلوك دائم وطبع، وليس على سلوك يعني أتى مرة ثم غاب مرات. هذه من الأشياء المهمة التي على الإنسان أنه يعني يكون حريص عليها. أيضا من الأشياء، أنا كأب أريد أن أسأل يا أخي عن عباداته، أسأل عن تعاملاته، أسأل عن البخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأي داء أدوأ من البخل. كيف أموره في الكرم. أسأل عن مروءته وتعامله مع الناس وخدمته وشهامته ونبله ووفائه. أسأل عن علاقته بوالديه. أسأل عن علاقة أهله بأهله وأقربائهم. أنا في الأخير هذه بنتي بحطها عندهم. أسأل عن دوامه وعمله وانضباطه وتعامله. أسأل عن ربما وإن كان أقل هذه رتبة عن نظافته في لسانه وهندامه وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء جيد أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عنها. وليعلم الإنسان المسؤول أن هذه الأسرة إذا اكتسبت زوجا صالحا لابنتها فقد كسبت ابنا، وإذا كان الزوج فاسدا فقد خسرت بنتا. وبالفعل يعني في بعض الناس يتساهل في قضية السؤال عند الزواج، يعني يقول إن شاء الله أنه زين وأنا جلست معه وكلامه زين. يعني جلسة 5 دقائق و10 دقائق ليست معيار للحكم. فأنت قد تسأل قبل وتسأل أثناء وتسأل بعد حتى تتأكد أن هذه البنت ذهبت إلى زوج خاف الله فيها. وأيضا هذا الزوج يسأل عن بنت خاف الله سبحانه وتعالى، وأيضا تقدر زوجها وتحترمه، ويعني تقدر أنه يعني اختارها من بين هؤلاء البنات. يعني أيضا رسالة للفتاة. الفتاة كل ما زاد كل ما تقدم بها العمر أو قلت المواصفات، سواء من جمال أو من وظيفة أو من حسب أو غيره، يجب على الفتاة أن تقلل من سقف طموحاتها ومعاييرها. يعني ضعي نفسك مكان أي أم تريد أن تختار لابنها. يعني لا تغضبي من كلامي، لكن أيضا لا تبالغي فتنتظري طويلا في رصيف الحرمان، تنتظري فارس الأحلام. ولا يدعون هذا الكلام
أن احنا نخفض من المعايير لكل طارق يأتينا خشية أن يفوتنا قطار الزواج، لأن يفوتني قطار الزواج خير من أن يدهسني ذلك القطار ويؤذيني هذا القطار ويمزق حياتي ذلك القطار. فالمسألة فيها نوع من التوازن، وقبل ذلك وبعد السؤال الله الهداية والسداد والتوفيق. يا سلام. وأيضا قضية أن أحيانا قد يفوت الشاب أو الفتاة الزواج، وهذا يعني جزء من طبيعة الحياة ومن الأقدار التي كتبها الله سبحانه وتعالى. يعني ليس الذي لم يكتب له الزواج مع بذله للأسباب، أو الفتاة التي لم يحصل لها نصيب، لا يعني هذا نهاية العالم. فالله جل وعلا خلقها لغاية، وبعد أن خلقها لهذه الغاية فالله جل وعلا وعدها بالجنة إذا قامت بما يعني أراده الله سبحانه وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني هذه الفتاة أو الشاب يعني يتعففون أن يقعوا في الحرام، ويعوضهم الله جل وعلا في الجنة بأعظم من ذلك. فالدنيا حياة قصيرة ومؤقتة وقد تنتهي، وقد لا يكتب لك الزواج. وكثير يعني، أو ما نقول كثير، بل قد يكون هناك من تزوج وندم وحصل له مشكلات. فقضية هي قضية توفيق من الله سبحانه وتعالى، وقضية أقدار كتبها الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلا يعني أن الشخص إذا لم يتزوج أو الفتاة لم تتزوج لأسباب خارجة عن إرادتهم أنها نهاية العالم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لنبيه: عسى ربي إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب إيش مواصفاتهم؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. 90% من المواصفات معنوية. لابد أن يدرك الشاب وكذلك الفتاة أن قوام نجاح العلاقة هي الروح. وما زلت والله أتعجب أن الزواج علاقة أرواح، فلماذا يذهب المهر كله للجسد؟ طبعا إذا إنسان الله وفقه جل وعلا واختار الزوجة، هناك أشياء مهمة جدا استعداد الإنسان الزواج، منها القراءة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح، سواء حقوق الزوجة أو ما يتعلق بالحياة الأسرية أو ما يتعلق بها من أحكام فقهية أو حتى أحكام أخرى. أيضا ما يتعلق بتطويره الشخصي تجاه الزواج والتعامل، معرفة نمط الزوجة، كيفية التعامل معها. كثير من المشكلات التي يعني مرت بي أو مرت بكثير من الناس في الخلاف بين الزوجين هو عدم فهمهم لبعض. يعني هو يفكر بطريقة وهي تفكر بطريقة، والله جل وعلا يقول ليس الذكر كالأنثى، يعني طريقة التفكير مختلفة. وهنا من المقاطع الجميلة أو هي موجودة على اليوتيوب قضية كيف يفهم الرجل زوجة اللي ياسر قارئ. هذه القضية فيها يعني فهم للمرأة كيف تفكر، الرجل كيف يفكر، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع المشكلات، كيف يحل المشكلات، كيف يتخذ قرارات في أسرته. فالتطوير الشخصي مهم جدا قبل الزواج. أيضا الاستعداد المالي والاجتماعي، إنسان يكون مثلا شيء من ماله ليبقى له في يعني في ما بعد زواجه. كثير من الناس مثلا يصرف كل شيء في أول ليلة أو يصرف كل شيء في أول شهر. يعني أنا أعرف أحد أشخاص قابلته في زواجي، في ليلة زواجه، قال أنا صرفت حتى الآن 150,000. كانت القاعة ب30,000 وغيرها. قالوا تصدق أن إلى الآن شقتي ما فيها حتى فرن. طيب هذه الأولويات من جعلك تستعد بهذا الشكل، أنك تركز على شكليات تهم الناس أكثر من تهم استمرار مستقبلك وحياتك؟ يعني اليسر والبساطة في التعامل والاستعداد الجيد المالي وعدم إسرافها في أشياء أقل، هذه من الأشياء المهمة جدا. فلدينا قضية الأحكام الفقهية، قضية التطوير الشخصي، معرفة الأنماط والتعامل مع الزوجة، قضية لنقل إدارة الميزانية المالية للزواج. هذه القضايا الأربع أظن أنها مهمة جدا، مع وجود اليوم عدد من الدورات التي تقدمها سواء كانت وزارة الموارد البشرية أو الجمعيات الأسرية التابعة لها، تهيئ الأزواج في عدد من القضايا المهمة للمقبلين على الزواج، وهي دورة معتمدة، دورة المقبلين على الزواج. هذه تهيئ الشخص أن يدخل على عالم وهو لديه معرفة واطلاع وفهم. ماذا عن العلاقة قبل الزواج؟ يعني هل لك رأي فيها؟ يعني اليوم كثير من الناس إذا يبغى يسوي إثارة قال هل تؤيد الزواج عن حب أو تقليدي؟ وأنا أشوف هذا السؤال أصلا خطأ. يعني ليش؟ لأنه هو يفرض عليك نمطين، إن أنت ما يكون عن حب ولا ترى حب، يعني زواج تقليدي وبدون حب. وهذا يعني قسمه خاطئ وغير صحيح. في زواجات تمت
بدون علاقة، وهي زواجات سعيدة وبيوت مستقرة وآمنة وحصل الحب، وتأتي المحبة شيئا فشيئا. يعني أحيانا العشرة هي تؤدي إلى المحبة. فالعلاقة لا شك طبعا عندنا في الشريعة قبل الزواج فهي محرمة، لكن قد يقع الإنسان في الحب مثلا إما بنظرة إما بطريقة إما بشيء آخر، فهذا أفضل حل له أن الإنسان يتقدم لأسرة هذه الفتاة، أو العكس يعني تخبر هذا الشاب ويتقدم إليهم دون أن يكون هناك علاقات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. والذي يعني يرى اليوم أن كثير من العلاقات اللي كانت قبل الزواج قد تنتهي بلا زواج. يعني قد يقول قائل هناك زواجات تمت من خلال محبة، قل هذا صحيح لكنه استثناء. يعني هناك أيضا زواجات كثيرة لم يسلط عليها النظر، تمت بدون علاقة قبل الزواج، والحمد لله هي مستقرة، بل تتكلم عن نسبة كبيرة من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تمت بلا علاقة. طيب كيف ممكن إنسان يتعرف على الشريك الآخر أو الزوجة، أن صحت التسمية أفضل من الشريك، أن هذه الشريك أحد الأسماء اللي تطرح اليوم وهي أيضا فيها إشكال، يعني أنه يسمى شريك وكأنهم في مؤسسة أو شركة أو مساهمة. بالعكس يعني قضية مؤسسة الأسرة والبيت هو أعظم من قضية الشراكة، هناك مصالح ذكرناها في بداية الحلقة. فالمقصد أن الأصل كما جاءت الشريعة يكون خطبة بالطريقة الخطبة تكون بالطريقة المعروفة المناسبة، بالذهاب إلى البيت، يأتي الإنسان البيوت من أبوابها. لو حصل أي علاقة مسبقة فلا يتواصل الإنسان فيها إلى ما يؤدي المحرم، بقدر ما هو يتجه إلى البيت ويأتي بالطريقة الصحيحة التي شرعت وينظر، فإن يعني تمت النظرة أحرى أن يؤدم بينهم، ولذلك الشريعة قالت أحرى أن يؤدم بينهم. اللي يحصل اليوم أن فيه يعني تساهل في العلاقات، أحيانا يكونون شباب في بداية العمر يحصل فيه إيهام بالزواج، هم لا زالوا أصلا ليسوا في يعني ليس لديهم أصلا الرغبة الحقيقية في الزواج، وإنما هو يعني شيء من تلبيس الشيطان إن شاء الله بيصير زواج، ثم تبدأ علاقة، ثم يحدث ما لا يحمد عقباه من استمرار العلاقة أو غيرها، ثم يحصل لا زواج أحيانا، وإن حصل زواج قد يكون هناك إشكالات أخرى تترتب عليها كما حصل في زواجات كثيرة. لذلك العلاقات الحب فيها إذا كان حب بنائي أصبح قوي، أما إذا كان حب ابتدائي ليس بالضرورة أن تستمر. يا سلام، لا شك يعني ترى هم يقولون محبة تجي حبة حبة، يعني الواحد إيش مع الخطبة ثم النظر ثم معرفة الشخص الآخر. أما اليوم حصل هناك خواء يعني في قلوب كثير من الناس، لذلك قال عرفتها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. كثير من الناس اليوم يجد أن قلبه خالي من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أشياء كثيرة، فيتعلق قلبه بأي شيء. نجد اليوم هناك تعلقات عاطفية كثيرة لا معنى لها إلا هو الخواء هذا الذي يعيشه كثير من الناس بسبب المادية التي نعيشها. لكن نقول إذا فيه محبة حقيقية فليأتي بالطريقة الصحيحة وليتم زواج حقيقي، وإن كانوا في سن مبكر. يعني ترى أيضا هناك من يقول أن يعني الزواج في سن مبكر مهم جدا، وفي تجارب ناجحة كثيرة يعني في الزواج. المدة بعد الملكة أو الخطبة أو يعني هل تكون قصيرة؟ هناك من يقول نعم القصيرة أنسب، هناك من يقول لا الطويلة أكثر حتى يتعرف عليها. ما رأيك؟ والله أنا من دعاة المدة القصيرة، لأن المدة الطويلة أحيانا تسبب إشكالات، وحصل يعني كثير من الانفصال والطلاقات في الفترة الماضية من خلال تجربة أنا عايشتها مع ناس كثير، يعني بسبب إطالة المدة. يعني يبدأ يحصل بينهم اتصال وتعارف ويصير يعرف كل شيء عنها، وبعدين يصيرون يمونون على بعض لين يصيرون يدخلون في بعض، بعدين أي مشكلة تحصل بينهم تكون سبب في الانفصال. فأتوقع مدة 6 أشهر يعني مدة معقولة، ممكن يتعرف فيها عليهم أكثر، ممكن يحصل بينهم تواصل، على أن يكون أيضا الزيارات مقننة والاتصالات مقننة. يعني ترى كل شيء عندي بحدي شيخ، ما عندي اللي أشوفها كثير اللي أشوفها كثير يعني 6 أشهر معقولة، يعني حتى استعداد، يعني استعداد نفسي واجتماعي، واللي بيأثث مثلا شقة اللي هي بتشتري أغراض، يعني هذا فتوقع أن 6 أشهر معقولة يعني استعداد للزواج، لأنها يعني مرحلة جديدة في حياتهم. يعني أو كثير من الشباب الفتيات مشكلة هذه المرحلة مو في المدة أنها 6 شهور أو 4 شهور أو 3 شهور، هو في الكثافة في اللقاءات والعلاقات والتواصل. بعض الناس يستنفد لياقته كلها في التسخين، إذا جت المباراة ما في شيء، مصاب. مصاب، ما عاد
يعني خلاص إذا تزوجوا كل شيء ذهب، يعني السواليف راحت، دهشة البدايات راح، الحميمية راحت، وبدأ يدخل الإنسان ينزل في نزول في مستوى العلاقة. ليش؟ لأنه استفرغ كل مشاعره في البداية. لذلك أي علاقة تأتي ابتداء بانطباع أولي، أنا أشوف بعدين يجيني انطباع أولي، هذا الانطباع يؤدي إلى قرار. القرار هو أن لا، هذه ما تصلح لي أو تصلح لي، هذا ما يصلح لي، هذا الرجل ما يصلح لي أو يصلح لي. هذه بالنظرة الشرعية تأتي للانطباع الأولي، أن يؤدم بينهما، أنك ترتاح وما ترتاح. بعد الانطباع إذا قال ما يصلح لي انتهينا، إذا قال يصلح لي تأتي مرحلة الميل والانجذاب، يبدأ كل طرف يميل إلى الآخر. بعد الميل والانجذاب تأتي مرحلة الاكتشاف والتعرف، تبدأ الأسئلة العادية هذه، إيش تحب من الألوان، إيش أنا تحب، إيش تعرف تطبخ، الأسئلة الأولية الهدف منها الحديث من أجل الحديث. صح. هذه المرحلة مرحلة التعرف والاكتشاف. بعدها تأتي مرحلة نزع الأقنعة. مرحلة نزع الأقنعة يبدأ كل واحد يعرف الثاني، يأتي هنا قرار أيضا، إما قرار بعدم الاستمرار، أو قرار بتسطيح العلاقة، أو قرار بالاستمرار. يعني قد يكون الوجه أجمل من القناع، يعني مو بالضرورة القناع إذا نزع أن اللي تحته قبيح وسيء، لا قد يكون أجمل. وين الإشكال؟ لما يطول الإنسان مرحلة الاكتشاف، وتكون هذه المرحلة، مرحلة الخطبة، هي مرحلة أيضا نزع الأقنعة. طيب بعض الناس يقول طيب كويس أنهم أثناء هذه المرحلة يعرفون بعض فلا يرتبطون. لا، هو الإشكال أن مع الاكتشاف سيجد الإنسان لا محالة أشياء سلبية. صحيح. لكن لأن لا يوجد مسمار زواج فكل شيء قابل للسقوط. يا أخي ما في مشكلة، صدقني، وهي تسمعني، يجب أن تصدق أن ما في أحد كامل، وأن كمال العلاقة في نقص الطرف الآخر وأنا أكمله. لابد أن يستشعر يعني هذه المسألة بشكل جيد علشان هو ما ينصدم وهي ما تنصدم. أي علاقة بين طرفين خاصة الأزواج مثل النهر جاي يمين، نهر جاي يسار، بانسيابية من الجبل، ثم يرتطمان في بعضهم البعض. هذه المرحلة مع بعض يرتطمون زي كذا. هذه مرحلة كلها صراع بين تيارين، ثقافته، أنا أحب الأكل هذا ويحب الأكل هذا، أنا أحب السهر في الليل، تحب قومة الصبح، أنا أحب القهوة سوداء، تحب القهوة خفيفة، أنا ما أحب السكر بشاهي وتحب السكر بشاهي، هذا الصدام مرحلة خطيرة جدا، بعض الناس لا يحتمله. لو تلاحظ أن النهرين لما ينزلون يصطدمون بعدها يمشون في مكان مصب واحد وبهدوء وانسيابية. بعض الناس ما يبغى يصل لهذه المرحلة ويبني سد في هذه المرحلة، سد بالطلاق وغيره. لذلك 5 سنوات الأولى غاية في الأهمية، وأكثر الطلاقات تقع فيها سببين على الأرجح: واحد أن صراع ثقافي، كل واحد جاي بخلفية معينة ولا يحتمل الآخر. 2 خاصة هذه المرحلة إذا ما وجد فيها أبناء، لأن الأبناء مسامير للعلاقة. بعض المرات الواحد يحتمل من الطرف الآخر، إذا كان وجود أبناء فإنه يتحمل كثيرا. مهم جدا التركيز على هذه النقطة أبو حسان في قضية كيف يحتمل الإنسان في المراحل الأولى زوجته، وكيف الزوجة تحتمل في مراحلها الأولى الزوج. ذلك أحيانا يقول إطالة المجلس سبب لحصول الخلاف بين الجالسين، يعني تجد يبدأ ذا يقول كلمة وذا كلمة وذا يقصد وذا ما يقصد. كذلك إطالة مرحلة الاكتشاف، مرحلة الخطبة ما بعد الملكة أو غيرها، هي يبدأ يسأل أسئلة ليس لها داعي، ويبدأ الشكوك تأتي في ذهنه، ويبدأ الشيطان يكبر لها كل مسألة. يعني مثلا اتصلت ما ردت، ليش ما رديتي؟ طيب هو اتصلت هي ما رد. فتبدأ القضية مبنية على صراعات في البداية، وتبدأ هي تقول وهو يقول هذه من بدايتها، وهي تسوي كذا، أجل هو وش بيسوي بعدين. بعضها أوهام هي غير حقيقية، يعني هي نوع من القلق اللي غير حقيقي أصلا. فهذه إذا كثرت وصار الشخص يعني يبالغ فيها، وبعضهم حريص يبي كل شيء يكون كما يريد وكل شيء على رأيه، هذه تسبب خلافات، يعني تسبب خلافات من لا شيء. فأتوقع أن هذه من الأشياء اللي تخلي تقصير المدة. يعني أنا أشوف بعض الناس يقول أنا خاطب من 2 لا إله إلا الله، يعني هذا شيء. وطبعا كل عيد لازم يهدي ولازم يزور كل فترة، و يعني بعض الأحيان يصير اتصالات مستمرة. أنا أشوف هذا نوع من المبالغة في المدة الطويلة التي لا داعي لها. ممكن الواحد يأخر قضية الخطبة إلى قبل عقد القران ثم يتزوج مرة واحدة، وهذا قد يكون أفضل. كم جلست أنت؟
أنا في الأصل 6 أشهر لكنها زادت شوي لظرف خارج عن إرادتي يعني. طيب هل في مواقف نستطيع أن نستفيد منها؟ تجربتي سيئة في 6 أشهر. أي لكن عموما أنا كنت يعني مش متواصل بشكل مستمر يعني، وترى أنا أظن يعني ما كان فيه تواصل بشكل في جيلك يعني. جوال كشاف أظن هي لكنها فعلا في عقاب الحرب العالمية الثانية كانوا الناس لا يتواصلون. لا هي قريب يا شيخ، لكن المقصد أن ما أطلت المدة، وأنا أصلا كان حتى زواجي مختصر وما عزمت ناس كثير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، والحمد لله يعني على توفيق. وأنا تزوجت مبكرا أيضا، مش مبكرا لكنه في وقت جيد يعني. خذ هذه طيب الشيخ. هذا واحد نصحني وقال لازم يا أخي تتكلم معها بشكل جيد وتكون يعني رومانسي يعني حتى لا تكون منسي. فقلت له طيب شو أقول؟ قال مثلا خذ هذه رسالة مرة حلوة، شوفي القمر ما تشبهينه هو يشبهك. شكل جزء من نص مفقود. ايوه على ايام النوكيا يعني. فاخذت الرساله وارسلتها. احتري رد 9 10 11 في الليل ما في رد. المهم الساعه 10 كذا والله واسمع الناس تصلي. اي والله قصه حقيقيه. وش يصلون ذولا؟ واكتشفت انه خسوف كامل للقمر. وانا قايلها اطلعي برا شوفي القمر هو يشبهك ما تشبهينه. لا بارك الله في مثل هذه الوصايا. من المشاكل المتكررة اللي هو اني اخذ انا تجارب الاخرين واحاول استزرع تلك الوردة في حياتي فتذبل في بستاني مباشرة. يعني ليس بالضرورة أنا نجحت هذه القصيدة تحط قصيدة، لا زوجتك ما تناسبها هذا الشيء، ما يناسب زوجك هذه الطريقة، هذه الهدية لا تناسب، هذا المكان غير لائق وما إلى ذلك. اللي قضية استنساخ تجارب الآخرين مما سهل وجعل الاستنساخ دارج هو مطالعة تجارب الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. لذلك يعني الناس يبدون، وترى من أخطر الأشياء في الزواج سواء قبله أو أثناءه أو حتى بعد قضية المقارنة. هذا داء يفتك بالأسرة. فلان عندهم كذا اشتروا هدية، سافروا وراحوا جو، عند فلانة، عند أختي، عند أخوي، عند هذه القضايا تسبب إشكالات كثيرة. من أهم القواعد اللي تقررها في يعني بداية زواجك ألا يعني لا مقارنة مع الآخرين. نحن لنا بيتنا ولنا إمكاناتنا ولنا ظروفنا ولنا قدراتنا ولنا شخصياتنا المختلفة عن الناس. يعني لا نذوب في الناس. إذا الناس سافروا لازم نسافر، إذا شروا هدية لازم نشتري. طيب يمكن ما عندنا مناسبة حل الشراء يعني. فهو هذا داء المقارنة هو من أكبر الأدواء التي تسبب أخطار في الأسرة وتفتك بها، لأن كما ذكرنا سابقا اتساع العين يسبب مشكلة للزوجين. السن المناسبة للزواج؟ طبعا هناك من ينادي بالزواج بعد البلوغ، هناك دعوة يعني لعدد من المهتمين يرون الشخص إذا بلغ أنه خلاص هذا سن قادر الزواج، الله جل وعلا كلفه، وهي من الباءة التي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنا أقول إذا صار عند إنسان قدرة يعني مالية وقدرة جسدية ولديه الإمكانات أن يبني يعني عنده حس المسؤولية فليتوكل على الله ويتزوج. طبعا ليس هناك سن محدد، لكن تأخير الزواج اللي حاصل اليوم أشوف أنه إشكال قد يسبب مشاكل كبيرة سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى النفسي، حتى على مستوى يعني انتشار كثير من القضايا اللي نراها اليوم. التبكير بالزواج مهم جدا. يعني ذلك الله جل وعلا في الأموال اليتامى قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. إذا الشخص بلغ النكاح عنده يعني بلغ وأصبح مكلف وآنست من هذا الرجل رشد أو مسؤولية فليتزوج. إيش الإشكال يعني؟ لماذا نحن نفترض نمط معين؟ يعني كثير من الشباب اليوم أسمعهم وقابلهم وشوفهم يعني وصل 25-27 وهو لا يفكر في الزواج، لا يفكر. يعني طيب هذا متى بيتزوج؟ يعني معناته بيتزوج بعد 30. طيب إذا تزوج بعد 30 كيف سيربي أبناءه؟ كيف سيتعامل مع قدرته هو، نشاطه، حماسه، تفاعله؟ أيضا سنوات كثيرة فقدها يعني أنه يستمتع بهذه الحياة وما أحل الله جل وعلا له. هذه قضايا أتوقع أنها مهمة جدا. فيعني قد يكون لا يوجد سن محدد بالنسبة لي، لكن التأخير ليس محبذ. يا أخي خلها يعني رسالة لكل شاب تأخر عن الزواج، ترى ولد الشيبة للخيبة. والله بكرة يجون عيالك بينك وبينهم أجيال، أنت عمرك 30 ولدك عمره سنة.
يعني وين إذا صار عمرك أنت 50 صار عمر ولدك 20، كيف ستتعرف على احتياجاته؟ كيف ستكون صديق له؟ 2 يا أخي فرح أمك، سترى في عينيها من السعادة عند دخولك بابنك وأنت تشيله في حضنك، ترى شيء لا يمكن أن تتخيله. يا أخي خلها تفرح. الله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع، عنده خير وفضل، عليم باحتياجاتك وفقرك وبعازتك. الله أدرى بك. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 حق على الله أن يعينهم، ثم ذكر الناكح يريد العفاف، يعينه في الفلوس ترى، ويعينه في دراسته إن كان يدرس. كثير من الطلاب اللي درسوا وتزوجوا أثناء الدراسة أعانهم الله وكانوا أكثر تركيزا وتفوقا وتحصيلا، على عكس اللي يتبادل الذهن إذا تزوجت بنشر عن دراستي. لا في ناس أعانهم الله، وهذا من الوعد الذي وعد الله عز وجل من يريد العفاف. أيضا كان السلف يرددون عجبا ممن لا يطلب الغنى بالزواج. يعني تخيل انك تبغى يجيك فلوس تزوج، مو بالعكس يعني ما عندي فلوس ماني متزوج. يقول لا، اذا تبغى فلوس تزوج. هذا وعد الله عز وجل لنا. وبالتالي جيد ان الانسان يحط في باله ان انت اقدم الاشياء اللي ذكرتها صحيحه ابو حسان، قضيه عنده قدره على الاستقلال المالي، عنده قدره على اداره منزله، عنده نضج، عنده مثلا تحمل مسؤوليه. ممتاز. هذه كلها أشياء مهمة، لكن إذا توفرت فليقدم، والفلوس تجي والفلوس تتيسر. يعني أذكر كثير من الشباب ليلة زواجه ما كان عنده شيء. أنا أذكر أنا ما معي إلا 400 ريال ليلة زواجي. الأمر يعني وبعدها فتوحات وتيسير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول فرح أمك، فرح أبوك، وصادق أبنائك بزواجك المبكر. لذلك بعض الناس أيضا يخشى أنه يرزق بأبناء لا يستطيع يصرف عليهم، أو تأتيه زوجة ويصبح تكاليف. ترى أحيانا أيضا حتى قضية الاستقلال في السكن والخروج، هذه يعني ترى عادات هي صحنا صارت جزء من المجتمع، لكن ترى ليس كلها على إطلاق. يعني ممكن إنسان يسكن قريب من أهله، يكون نفقته مشتركة. لذلك من يتكلم عن الزواج عند البلوغ يطرح هذه القضايا بقوة. لكن أيضا إنسان رزق، ترى كل واحد رزقه يأتي معه. لذلك عندنا مثل يقولون ترى الولد يجي رزقه معه. يعني لذلك الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالله جل وعلا يعني تكفل برزق هذا الابن. وكثير من الناس يعني تتيسر أمورها بعد أن يرزقها الله جل وعلا. هذا ليس دعوة يعني مثالية. بعض الناس يقول خليك واقع، يعني اليوم في مصاريف وتكاليف وسكن، كيف الإنسان ممكن يستطيع؟ شيخ حنا عندنا يعني انخفض أحيانا منسوب أو خلنا نقول عبادة التوكل، وأغرقنا بالمادية بشكل كبير. ترى الله جل وعلا يعين الإنسان ويبارك له، وقد يبارك له في الريال الواحد، لكن بسبب تشبعنا بهذه القضايا المادية هي اللي خلت الإنسان يتراجع يتأخر. إنسان إذا كان صادقا يريد العفاف فإن الله جل وعلا سيعينه ويبارك له ويرزقه من واسع رزقه. كثير من الناس الله جل وعلا فتح عليه بعد الزواج، وكثير من النساء يكون دخولها على زوجها بركة وخير، ويفتح الله جل وعلا عليه بسبب هذا الدخول. يعني كيف تنمو العلاقة الزوجية؟ يعني بعد ما يتزوج الشاب ويفتح الله جل وعلا عليه، تبدأ يعني كما ذكرت أنت الآن يبدأ نوع من الصراعات بين ثقافتين وبيئتين وشخصين. كل يريد يعني يفرض اهتماماته، أو على الأقل يتشارك. يعني هو جزء من طبيعته وليس فرض، يعني بالعكس هي قد تكون تعاون. أظن هناك تاءات مهمة. يعني أول قضية اللي هي قضية التفاهم، أن يكون هناك تفاهم على كثير من القضايا، على أسس قواعد، على طريقة تربية، على طريقة تعامل. هذه التفاهم مهم جدا في بداية الحياة الزوجية، وهي تحتاج إلى وقت حتى يفهم الإنسان الشخص الآخر. ومهم الإنسان أن يثقف نفسه في كيف يفهم الآخر، يعني كيف يفهم الآخر، الزوجة أقصد، أو الزوج أو الزوجة تفهم الزوج. هذا مهم جدا. القضية الثانية قضية التغافر، لأن سيحصل هناك أخطاء وزلات وسيحصل هناك مشكلات، فالإنسان يغفر، لا يكون دقيقا في كل قضية وفي كل مشكلة. القضية الثالثة قضية التعاون، كل واحد له دور، كل واحد له مسؤولية. التعاون فيما بيننا في سواء كان في عمل المنزل أو في التربية أو غيرها، هذه من القضايا المهمة جدا. أيضا قضية التغافل، يعني بعض الأزواج أو بعض الزوجات تكون دقيقة في كل شيء يصدر من زوجها، وأيضا بعض الأزواج
يدخل ليش حطيته ذي كذا، ليش سويته هنا، ليش سويته كذا. يعني مفترض البيت مثلا هو مملكة الزوجة، يعني يترك لها مساحة كبيرة للحركة فيها يعني التحكم. يكون هناك قرارات يعني كبرى عند الزوج، وهكذا الزوجة تعطي الزوج مساحة للحركة، لا تدقق على كل صغيرة وكبيرة. التغافل مهم جدا للإنسان يعيش في الحياة الزوجية. هذه الأربع أظنها يعني ستكون سبب بعد توفيق الله وعونه في قضية الزواج. وأختم بقضية مهمة جدا، وهي قضية شرعية، قضية التوبة من الذنب. لأن الذنب قد يكون سبب في شرخ البيت، وقد يكون سبب كثير من الناس إشكالاتهم هي بسبب ذنوب وقعوا فيها. ذلك الله جل وعلا يقول قل هو من عند أنفسكم. الإنسان إذا رأى مشكلة في زوجته أو الزوجة رأت في زوجها فليبادر إلى التوبة، وسيرى بإذن الله جل وعلا حلا لهذه المشكلة، وسيجدون التوفيق بإذن الله في حياتهم. لذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال إذا رأيت ما يسوءك فأعتب الله، أي لا تعتب على الله. إذا رأيت ما يسوءك من ابنك فأعتب الله، فإنما هو شيء أريد به أنت. يعني هو شيء أنت من ذنوبك، فوجدت ذلك انعكاس هذا الذنب على أبنائك. يا سلام. لذلك في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا. قالوا في بعض التفاسير أنه جده السابع. يعني شوف كيف استمر الصلاح في الأبناء حتى وصل إلى هذا. أيضا كان أحد السلف يقول إني أزيد في صلاتي من أجل صلاح ابني. إذا كان صلاح الأب وصلاح الأم، توبة الأب وتوبة الأم مؤثرة في علاقتهم الزوجية، مؤثرة في تربيتهم لأبنائهم، مؤثرة في عيشهم بسعادة واطمئنان، فلا شك أن التوبة من الأشياء المهمة التي تجعل العلاقة تستمر وتستدام. حسنت. عندي تاء سادسة أقولها. طيب، التكامل. ترى ما أحسنه أنا يكون مسؤوليتي، وما تحسنين أنت تكون مسؤوليتك. فأنا أكملك وأنت تكمليني. يعني في أدوار المفترض من كل زوج وزوجة يتفقان عليها. إيش اللي ممكن تسوي أنت لأنك الأكفأ، وإيش اللي ممكن تسوينه أنت لأنك الأفضل في هذا السياق. هذا النوع من التكامل أيضا يعني يدفع عجلة الحياة بشكل جيد بإذن الله تعالى. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجته إذا رأيتني غضبان فرضني. شو تكامل. وإذا رأيتك غضبة راضيتك، مو برضيتك لا راضيتك. هذا التكامل. الشايب الشايب يقول زوجته إذا استذيبت استنعجي، وإذا استنعجتي وإذا استنعجت استذيبي. هذا النوع. الهدف من هذا الاختلاف هو تكامل الأسرة، تكامل. لذلك يقولون أن تجانس فريق العمل، تجانس هو جيد في العلاقة، سيء في الإنتاج. التجانس يعني إحنا زي بعض، عيوبنا زي بعض، اهتماماتنا زي بعض، نطل مع نافذة واحدة. لكن عدم التجانس يعطي التكامل. فالزوج له شخصية مختلفة عن الزوجة، ترى هذا أفضل، ليس على مستوى التواصل، لا بيصير بينهم احتكاك، لكن على مستوى البيت بشكل عام يحدث نوع من الاتزان والتوازن داخل هذا البيت وعند الأبناء. لذلك مثلا الله جل وعلا أعطى المرأة قدرة على الصبر على الأبناء وإرضاعهم ومتابعتهم. ترى الزوج قد يكون أقل. هذه من الأشياء التي يختلفون فيها. فمثلا كون الزوجة تقوم بدورها في البيت ومتابعة الابن وحرصه، ويكون للزوج مثلا أدوار مهم أن يكون له دور أيضا في تحفيز الابن، في سؤاله، في يكون هو لبعض الأشياء. هذا التكامل أيضا بحسب ما يناسب كل شخصية. فهي لا شك أنها من القضايا التي يعني تخلي العلاقة تنمو وتستمر. هل هناك مشكلات في الحياة الأسرية الزوجية عموما؟ يعني لأن بعض الناس لما تيجي في أيام الملكة ويحضرون دورات المقبلين على الزواج، ويجي محور كيف تتعامل مع المشكلات. فمرة قالت لي واحدة لا أصلا ما راح تكون مشكلة، فهمت حلال. لا قالت لا يمكن أصلا، أنا أحبه ويحبني، أين ستكون مشكلات؟ قلت يا أخي طلق الأنبياء والصالحون وتعثروا وتشاجروا في بيوت نبوة. لكن السؤال أنت أولا استعدي لها لتستطيعين أن تتعاملي معها. القاعدة تقول كلما وافق التوقع الواقع خف التوجع. بمعنى لو أنا مثلا أنا أقول لك إن في أسد ترى بعد وراء الباب هذا في أسد، هذا توقع قد يكون في أسد، فلما تخرج استعدادك سيكون أفضل. صح. أما إذا لم يتوافق التوقع مع الواقع لا أنت يمكن تذهل ولا تقدر تتعامل مع الموقف. لذلك احنا نقول بتيجي مشاكل طبيعي جدا. السؤال كيف نتعامل مع هذه المشكلات؟
طبعا ترى أكثر ناس يصير بينهم مشاكل يحبون بعض يعني ترى. فإحنا قلنا سابقا الحياة الوردية هذه ليست موجودة في الحياة الزوجية لأنها جزء من طبيعة الحياة. المقصد أن الإنسان يكون قادر على التعامل مع هذه المشكلات، حلها، يكون مرنا في التعامل معها، يتقبلها. بل بعض المشكلات تكون سببا في زيادة المحبة، يعني المتخاصمين يرجعون بعد المشكلة يعني أكثر محبة لبعض. لذلك المشكلات في الحياة الزوجية كالملح في الطعام، إذا زادت أفسدت هذه الحياة، وإذا انتهت أيضا أصبح الحياة بلا طعم. فالمشكلات طبيعي تحصل، وهي حصلت في حياة المصلحين والأنبياء والصالحين أيضا مع تقصيرنا ويعني عدم قيامنا بأدوارنا بشكل مستمر سواء كان الأزواج أو الزوجات. طبيعي أن تحصل مشكلات وتكثر في أوقات وفي أزمنة، وهنا تظهر يعني معدن الزوجة ومعدن الزوج في الصبر يعني على زوجها وهو يصبر على زوجته. طبيعة الحياة هي تفرض أن يحصل مشكلات. يا شيخ أنا وياك لو طلعنا الآن سافرنا مكانا، لا قدر الله، لا قدر أو ذهبنا إلى مكان وسكننا في مكان واحد، أنت تقول طف مكيف، أنا أقول شغل مكيف، أنت تقول أبغى سكر شاهي بدون سكر. طبيعة الآراء مختلفة، طبيعة الطباع مختلفة. فهذا إذا كان لو يوم أو يومين بنجلس، فكيف شخص ستستمر معه لسنوات؟ طبيعي يحصل خلاف، طبيعي يحصل زعل، طبيعي يأتي الزوج يوما من العمل وهو يعني منهك فيكون نفسيته تعبانة، طبيعي الزوجة تكون في وضع غير طبيعي فتزعل لأي سبب بسبب متغيرات حصلت في جسدها أو غيرها. فالحياة هي هكذا، يعني هي هكذا، لابد إنسان يتأقلم معها ويكون مرنا في التعامل معها ويكون متسامحا لهذه الأخطاء التي تحصل. في مسألة الأخطاء أبو حسان، من الأشياء المتكررة عند الزوجين هو معرفة من هو السبب ومن هو المتهم وما الدليل على إدانته. لا، ليس المهم انك من هو الغلطان ومين، ونبدا كل الليل وبكره انت الغلطان انا الغلطان، وكل انسان لما تتهمه سيدافع عن نفسه بإلقاء التهمه عليك. ولذلك مهما صدر الخطأ، السؤال ليس من هو المخطئ، السؤال من هو الملام. الملام هو الأكثر عقلا وليس المخطئ. قد أكون أنا المخطئ وزوجتي أقل مني، فهي الملامة أصلا أنها ما تفهمت ما تعقلت، أو العكس. إذا دائما الملامة في الأسر أو في العلاقات بشكل عام، الملامة على الأكثر عقلا وليس على المخطئ فقط. المخطئ أخطأ يجب عليه الاعتذار، لكن من يلام في عدم تفهم في عدم حل المشكلة هو الأعقل والأحكم. هذا واحد. اثنين، الله عز وجل يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه إن يريد نية، ونية من؟ مو بالزوج والزوجة، المصلحين لو اختلت نواياهم في الإصلاح لما وفق الله، فما بالك بنية الزوجين. لذلك إذا حدثت مشكلة لابد يكون عندي نية أنا أني أصلح المشكلة، وليس عندي عزيمة على أن أجعلها هي المخطئة وتجعلني أنا الغلطان وتصير كل شغلاتنا جبهتين بهذه الطريقة. أمر ثالث في قضية المشكلات، لا يجب أن يكون بيتك زجاجي. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وعادها الله سبحانه وتعالى بوحي من السماء ولا يعرف سبب الطلاق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الزجاجي هو البيت اللي كله المشكلات تخرج مكشوفة إلى الآخرين. لا تكن أمك سواء للزوج أو الزوجة الكلام مركز البلاغات. أنت قلت لها القصة أو أنت قلتي لها القصة، بالنسبة لك القصة قلتيها وانحلت المشكلة، بالنسبة لك انتهت القصة، بالنسبة لأمك ابتدأت القصة. ضايق صدرها وعلى بنتها وخايفتن عليها، وانت فالتها ورايحة المطعم ولا مراضيك بهدية، بس أمك ما تدري. كثير من البيوت يجعلون الطرف الآخر اللي هو الأهل الأم والأب مصدر البلاغات والمشاكل، ويخفون عنهم المسرات والهدايا والسعادة وما إلى ذلك. يجب أن ينتبه أن مثل هذه الأمور قد تكون عقوق في حق الوالدين. ولذلك دائما تدخل أي طرفين في كثير من المشكلات كثير من الأحيان يعقدها أكثر من ما يعني يحلها، إلا إذا تأزمت الأمور يعني في قضايا ما تستحق الإخبار، هي من المشكلات العادية التي تحصل في أي بيت، فكتمانها وإبقائها في دائرة الأسرة. لأن إذا طلعت يبدأ كل شخص يزيد من عنده، ولا ترجعون، تبدأ الكرامة تمس العائلة الكبيرة، وهذا كيف يسوي كذا وهذا كيف يقول كذا، والمشكلات تحصل. وهذا أيضا ليس حديثا مثاليا، في استثناءات، يعني في أشخاص سواء من الأزواج أو الزوجات يعني قد إنسان لا يقبل الخطأ منهم، إما خطأ ديني أو خطأ كبير، هذه استثناءات، لكن نتكلم عن الأصل. الطلاق حل؟
طبعا الله جل وعلا ما شرع الطلاق إلا هو قد يكون هو أحد الحلول، لكنه ليس أول حلول، هو آخر الحلول. هناك حلول كثيرة يستطيع الإنسان أن يفعلها للإصلاح، للصبر، حلول الوعظ، حلول مختلفة من الهجر وغيرها. قد يكون الطلاق حل أخير، لكن اليوم في تساهل كبير في قضية الطلاق، في قضية الطلاق على أشياء تافهة، في قضية الطلاق على أشياء لا تذكر، أن الشخص ما صبر لأن ما صار كذا في الطعام بسبب فلانة تدخلت أو فلان قال. أتوقع أن هذه قضايا يعني تحتاج علاج عميق صراحة وجذري، يمكن ما يتسع هذه الساعة لذكرها. لاحظ الله عز وجل يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والإحسان درجة أعلى من المعروف، التعامل بالمعروف. لذلك العلاقات الناضجة بدايتها تحتاج إلى اتفاق ونهايتها تحتاج إلى أخلاق. ترى مو بالضرورة تتهاوش أنت وياها وتتبهدلون وتسبها لها وتسبها لك وتروح محاكم وما إلى ذلك. هناك الآن طروحات تتكلم عن الانطلاق بعد الطلاق، هناك كيف يخطط الزوج والزوجة لحياة الأبناء بعد الطلاق. ترى مو بالضرورة ترى أن ننهي كل شيء بسبب شرارة تلك المشكلة. وهناك يعني اليوم هناك من ينفق على زوجته حتى لو اختلف معها وطلقها، ينفق عليها ويدفع سكنها هو رغبة منه ويزيد على ذلك. هذا نوع من الإحسان. يعني كثير من الناس يعني يحسن حتى بعد فراقهم. لذلك الرجل لما سألوه عن سبب الخلاف بينه وبين زوجته قال هذه زوجتي، كيف أخبركم بأسباب الخلاف بيننا؟ فلما طلقها قال وش سبب الطلاق؟ قال هذه ليست بزوجتي الآن، كيف أتكلم في امرأة لا تحل لي أو يعني ليست معي. فهذه الأشياء قضايا مهمة في الزواج، أخلاقيات الزواج، ما يحصل في البيت، ما بعد الفراق، ينبغي أن يحفظ هذا الود وهذا العقد الغليظ الذي بينكما. هل ممكن الطلاق ينسب إلى اللي دلهم على بعض؟ تذكر يمكن نتكلم أول حلقة أن فلان مدح فلان في الأخير تطلقوا. لا يعني هذه أقدار مكتوبة يعني، والذي دل يمكن دل في بداية زواج وأراد الخير، فلعل إن شاء الله مكتوب له الأجر يعني بإذن الله. المصريين عندهم مثل حلو يقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة يعني تحرزا من مثل صح. هذه المواقف. طيب في إشكالات سريعة نريد الإجابة عليها إذا تكرمت. بسم الله. طيب عندنا تفاوت الأعمار. طبعا ما في إجابة محددة، لكن كل ما كان التفاوت يسير كل ما كان أفضل. لكن في زواجات نجحت كثيرة بتفاوت أعمار، مثل خديجة والنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة. أي في زواجات كثيرة نجحت، لكنها قد ليست دائمة، ليست الأصل. فالأصل أن يكون في تقارب. عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. نعم بالضبط. الفروق يبدو أن الإشكال ليس في التفاوت في الأعمار بقدر ما هو التفاوت في الأفكار. جميل. فممكن تكون زوجتي بيني وبينها سنة، لكن مقدار التفاوت أنها هي أعلى مني وأفهم وأنضج، وبالتالي هذه السنة تعادل 20 سنة من الفروقات. ولذلك ليس معيار الوقت بقدر ما هو معيار الفهم والنضج والاهتمامات وزوايا النظر. لا شك. كل يوم في الحقيقة في إشكال اللي هو نمط الحياة المعاصرة، عادات، أعراف، سببت هذه الإشكالات اللي تظهر يعني في الزواج وغيره. هو من القضايا اللي تستحق النقاش الطويل حقيقة. تفاوت المستوى التعليمي، هي أعلى أنا أعلى. أيضا نفس الكلام، ليس يوجد إجابة كاملة، لكن كل ما تقاربت أفضل. الدراسة والزواج في إشكالات. والله كثير. أيهما أولى؟ اليوم كثير يقدمون الدراسة والوظيفة على الزواج. نشوف أن الزواج هو حاجة فطرية، أما الدراسة قد يكون ما فيها إشكال الدراسة يعني، لأن استطاع كثير يكمل وهو متزوج يعني، لكن الوظيفة اليوم صار حاجة عند كثير من الناس، وهي ليست حاجة أولية لكثير من الناس. فأظن الزواج يقدم على الوظيفة. الوظيفة ولا الزواج، سواء الشاب أو الفتاة؟ والله متى ما تيسر للإنسان ظروفه وتهيئت، فلا شك أن الزواج أولى في كل الأحوال. الوظيفة سيأتي بها الله. والمرأة؟ المرأة يعني الوظيفة بالنسبة لها إذا وجد الزوج فهي ليست بأولوية، لأن الله جعل بما أنفقوا من أموالهم النفقة على الزوج. الفتيات تقول ليش أنتظر، ما في زواج مضمون، ما في علاقة تدوم. لا شك، لكن أيضا حتى الوظيفة ليست مضمونة اليوم، وقد الإنسان يتوظف ويترك أو يخرج من الوظيفة، لكن الزواج هو حاجة فطرية وليست حاجة تكميلية أو يعني غير ضرورية. كيف نسهل الزواج للفتيات والشبان؟ تخفيض المهور، محاولة التوفيق بينهم بإنشاء جهات أو وسائل مأمونة، قضية المساعدة في الزواج فهو من الواجبات لبعض الناس، قضايا تقليل الأعراف الموجودة اليوم في الزواجات، الخسائر، قضية ما يحتف بالزواج من هدايا ومهور، كل هذه الأشياء ستسهل قضية الزواج عليهم.
كيف نربي أزواج صالحين؟ أول قضية باختيار الأم الصالحة الله. للزوج. ثانيا قضية التربية أيضا الصالحة للأبناء والبنات. ثالثا قضية القدوة من الأب والأم بأن تكون علاقتهم جيدة وطيبة وهم في نظر أبنائهم يعني صالحين وقدوات، لأني أعرف من كره الزواج بسبب والديهم يعني لأنهم رأوهم هم نموذج سيء، وهذا يعني ليس على الإطلاق لكن موجود أيضا. قضية الحديث تهيئة الابن للزواج بتحميلها المسؤوليات، وتهيئة البنت لتحميلها المسؤوليات، سواء كانت البنت من الطبخ والتعلم وغيرها، وأيضا الابن من المسؤوليات الشراء وغيرها. يعني ما نتركهم حتى سن كبير ثم ندفعهم للزواج بدون تهيئة. بعد ذلك التهيئة المعرفية والثقافية من خلال المعرفة والدورات وغيرها من الأشياء. انتهت الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يجمع بينهما على خير، وأن يريها منه ما يسر ويريها منها ما يسر، وأن يري الله منهما ما يرضي سبحانه وتعالى. شكرا لك. آمين. أهم شيء يعزمونا بس إن شاء الله. شكرا.